من اكتر الحاجات اللي كانت بتعطلني في موضوع اليوتيوب وهو ان انا كنت بخاف من الناس والتصوير قدام الناس. علشان كده قررت النهارده ان انا انزل واصور الفيديو ده، والخوف دوت للاسف خلاني ااجل حاجات كتير في حياتي. المنطقه اللي انا موجود فيها حاليا دي اسمها بيكن، في اخر اسطنبول في الطرف الاوروبي. هي منطقه عائليه جدا. انا رايح دلوقتي مشوار، هاخدكم معايا ونتكلم في الطريق ونكمل التحدي. يلا بينا. اللي انتوا شايفينه دوت هو المتروبوس، اذكى اختراع مواصلات شفته في حياتي. بيبعدك تماما عن زحمه المواصلات، مالكش دعوه باي حاجه. لو شايفينه هو عباره عن باص عادي، اتوبيس بس اتنين. ايوه اتنين. ده المتروبوس، ليه حاره لوحده بيمشي فيها بعيد عن الزحمه. وكمان هو ماسك اسطنبول من اولها لاخرها تقريبا. يعني هو من الاسيوي، بيقطع ما بين الاسيوي والاوروبي، وانت راكب كده في الباص تدخل ما بين قاره لقاره وانت قاعد رايق باشا تتفرج عليه. تعال نركب ونكمل في الطريق. الناس هم اول عقبه واقفين في حياتي. نظره الناس ليا في التصوير وفي المحتوى اللي انا بقدمه. النهارده انا قلت مش ههتم بكل ده، بصور عادي عادي خالص. اكبر ميزه في المتروبوس دوت وهي الوقت. ان انت بتبقى ماشي رايح ميعادك مثلا قدامك ساعه وتوصل او حاجه، فانت عارف ان انت هتركب ومش هتتاخر، انت هتوصل على طول في الوقت اللي انت هتنزل فيه. من المميزات اللي انا بحبها جدا بصراحه في المتروبوس ان انا ببقى مظبط مواعيدي وشغلي، ان انا قدامي ساعه ساعه ونص مثلا واوصل المكان، فانا عارف ان انا هوصل في نفس الوقت. ولكن الاماكن بقى اللي هي بتبعد عن المتروبوس شويه هي للاسف اللي بتعطل، لان بيبقى فيها زحمه كبيره جدا والباصات بتمشي مع العربيات وزحمه مقرفه. انا دلوقتي متجه للمترو، تاني مواصله ليا بالكارت المواصلات. هوريه لكم. اللي بستخدمه دوت كارت اسطنبول، بدخل بيه وبركب بيه كل المواصلات العامه اللي هنا في تركيا، وحتى منهم كمان الباخره والمترو والمتروبوس والباصات. وفي معلومه مهمه وهي بتاخد باقي فرق المحطات اللي انت بتركبها. يعني انت مثلا لو ركبت 5 محطات مش زي ما انت هتركب 10 محطات و12 محطه. والماكينه دي هي السر. تحط هنا الكارت بيقول لك انت باقيلك كام مش باقيلك كام، بيرجع لك فلوس ما بيرجعلكش فلوس. بس التحدي اللي بعمله في الفيديو دوت وهو ان انا انزل اصور في وسط الزحمه في وسط الناس، ما يهمنيش اي حد، واصور واقدم اللي انا محتاج اقدمه وبس، مش اكتر. وبالمره نتفرج على اسطنبول سوا. الخوف من ان انا اتكلم قدام الناس، الرهبه دي دايما كانت موجوده عندي، كانت بتخلي فيه ما بيني وما بين التصوير حاجز كده. بحس ان التحديات بتبقى غريبة أوي، يعني مشاعرها بتبقى مختلفة.
فكرة ان انت في حاجة انت دايما بتخاف ان انت تعملها وتيجي تعملها مرة واحدة، بيبقى شعور مختلط كده بس حلو. لا 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 لا، اهلا اهلا. مين انت؟ مين؟ خلاد. خلاد مين؟ ارسطو. اسطنبول العجيبة. عادي الوضع ده اعتيادي. من اكتر الحاجات اللي بحبها جدا ان انا اكون مخلص كل مشاويري، اول ما اكون راجع ايه اول حاجة بفتكرها؟ وهي الصلاة. لما افتكر ان انا صليت كل الصلوات اللي عليا بجد برتاح نفسيا جدا جدا جدا. الحمد لله، الحمد لله على دي نعمة. ودايما بأخر في الصلاة. ربنا يسامحني ويغفر لي يعني. ما كنتش مبسوط يعني وقتها، لكن دلوقتي بصراحة الحمد لله، الحمد لله على نعمة الصلاة في وقتها بجد.